القهوة، كيف بدأت رحلتها من إثيوبيا إلى مقاهي العالم. في كل صباح يوقظنا كوب من القهوة، ولكن هل تساءلت يوما عن الرحلة التي سلكتها هذه الحبيبات لتصبح جزءا من طقوسنا اليومية؟ تبدأ القصة في مرتفعات إثيوبيا، حيث تقول الأسطورة إن راعي أغنام لاحظ نشاطا غير معتاد على قطيع ماشيته بعد تناولها لثمار حمراء من شجرة مجهولة. نقل هذا الاكتشاف إلى الرهبان الذين قاموا بغلي الحبوب واستخدموا الشراب للبقاء مستيقظين أثناء الصلاة. من إثيوبيا انتقلت القهوة إلى اليمن في القرن 15 عبر ميناء المخا الشهير. هناك تحولت إلى شراب صوفي يستخدم في حلقات الذكر، وسرعان ما انتشرت في شبه الجزيرة العربية لتعرف باسم القهوة العربية. في القرن 16 سافرت القهوة إلى القاهرة، دمشق، ثم اسطنبول. افتتحت أولى المقاهي العامة في العالم الإسلامي، وسميت حينها مدارس الفقراء لأنها كانت مراكز تجمع للنقاش والشعر والسياسة. وفي القرن 17 دخلت القهوة أوروبا عبر البندقية وقوبلت بداية بالشك، ولكنها سرعان ما أصبحت مشروب النخبة، وبدأت المقاهي الأوروبية تعرف بمدارس الحكمة. ثم جاءت الثورة الصناعية ورافقها انتشار القهوة عبر العالم، من أمريكا اللاتينية إلى آسيا. أصبح كوب القهوة جزءاً من الإيقاع العصري. اليوم تتجاوز القهوة كونها مجرد شراب، إنها لغة عالمية تجمع البشر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. في كل فنجان حكاية عبور وصراع واندماج ثقافات.